طموحاتي إن شاء الله إن بغيت يعني رسوماتي أو فني يوصل as many people as possible. تدمج مشاعرها مع براعتها اليدوية وعلم النسب والأرقام الذي درسته لتحتفي بالجمال. لا ترى أن وظيفتها الرسم فقط، إنما مسح غبار الحياة وتعبها بريشة ولون. الفنانة التشكيلية مريم الزعابي. تخصصي هو الهندسة المعمارية، بس يعني الهندسة والرسم دائما يعني في مجال مع بعض، يعني اثنيناتهم. وأتخصص في الإلستريشن اللي هو النوع من الفن اللي يركز اللاينز وفي الكولرز والأشياء تكون لها قصة أو الأشياء معبرة في الرسمة نفسها. هذه شخصيتي في الرسم، إنه يعني الواحد لو ينجذب إلى الرسمة يبي يعرف ليش كيف، يعني شو الفكرة اللي استوحيت منها. الواحد يبي يسأل أنا إذا فنانة يعني اللي تعطيني بإيدي أقدر أشتغل فيه، اللي يعني whether it's digital يعني بالكمبيوتر ولا whether it's يعني ink ولا water colors، يعني any medium حتى لو ما أول مرة أستخدمه أحب أبدع فيه. الكولينج ثيرابي هو العلاج بالرسم أو العلاج بالتلوين. طلعوا دي هالكتب تقريبا كم من سنة عن اسمهم الأدلت كولرينج بوك، الكتب للتلوين حق الكبار. الثيرابي هو يكون التفاصيل المكثفة في الرسم، اللي الواحد يركز في التفاصيل أكثر من ما هو يفكر، فيصير منغرس جدا في الرسمة نفسها أو بالألوان نفسها. I did my own research before about it، وعرفت ليش الارت ثيرابي يشتغل وشو هو في الرسم اللي ينفع في حق الارت ثيرابي. كنا في مكتب شيخة منال وجينا بالفكرة إن ليش ما نقدم كتاب من دبي. We sat together, we brainstormed, we came up with these drawings الرسومات. الشيء اللي يهديني ويحطيني like يعني مزاج يعني very good mood ولا whatever هو يوم أقعد وأرسم.